الدعاء ده ليك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم مالك الملك ذا الجلال والإكرام أن يرزقك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه يتعجب له أهل السماوات وأهل الأرض. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بحق قوله الكريم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقك كل ما تتمنى وفوق ما تتمنى ويجعل الرب تبارك وتعالى لك فيه خيرا. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده. أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم الذي وقف على بساط أنس الله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تمسكوا بهذا الدعاء. كلمات لو عندك كرب أو شدة وقلتهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى هيفرج همك وهيفك كربك وهيسر أمرك. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن أصابني كرب أو شدة أقولهن لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. تمسك بهذه الكلمات. قل 3 مرات اللهم اقض حاجتي اللهم آنس وحدتي اللهم فك كربتي اللهم اقض ديني يا رحمن يا رحيم يا مغيث أغثني. إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موصيا يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعطني إيمانا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. تمسكوا بهذا الدعاء. لو أنت مكروب وبتعاني من كرب وضيق تمسك بهذا الدعاء، دعاء فك الكرب للسيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها كانت بتقرأ سورة الفاتحة مرة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد 11 مرة، وكانت بتقول سبحان الله 11 مرة، وكانت بتقول كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج
حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. تمسك بدعاء فك الكرب للسيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها.